تخيل معايا كده ان انت قاعد دلوقتي بتلعب GTA 6 بجرافيكس واقعيه جدا مخلياك ناسي ان انت بتلعب لعبه اساسا، ودلوقتي عايزك ترجع معايا بالزمن ل 40 سنه ايام ما كان لسه كارت الشاشه بادئ. عارف كارت الشاشه كان بيعرض ايه وقتها؟ كان بيعرض النص باللون الاخضر بس كده. كمل الفيديو. عايزين نعرف ازاي طورت كروت الشاشه وبدات وصلت من اللون الاخضر لحد النهارده ثوره ذكاء صناعي وتعدين بيتكوين. الموضوع بقى اكبر من مجرد كارت شاشه. هنرجع لحد سنه 1981 ايام ما كانت الشاشه عباره عن سطور، وفي اوائل الثمانينات كان طموح اي مبرمج ان هو يخلي الشاشه تعرض سطرين بنفس اللون، وساعتها شركه IBM قدمت اول كارت شاشه كان اسمه MDA. الكارت ده كان بيعرض الحروف والارقام ابيض واسود، وده كان وقتها انجاز. وبعد كده سنه 81 نزل كارت شاشه CGA بيعرض 4 الوان، ودي كانت الطفره سنه 81 انك بتتكلم هنا عن ان الشاشه هتعرض 4 الوان وقت ما كان الكمبيوتر كله شغال ابيض واسود. وسنه 87 قدموا كارت الفيجا او VGA. ساعتها IBM عملت طفره، قدمت كارت شاشه بينتج 256 لون من 4 الوان ل 256. يعني اكنك النهارده بتتكلم ان لو في مليار فانت تقريبا خدت اكتر من 20 ضعف المليار ده. فانت متخيل النقله عامله ازاي؟ دلوقتي الارقام اكبر بس التحديث اصغر، وده كان ساعتها الطفره في عالم الجرافيكس. وبعد كده وصلنا للتسعينات. سنه 96 هنا وصل الابديت اللي يعتبر كلنا عارفينه لحد دلوقتي. نزل وقتها كروت الشاشه اللي كانت للعرض بس، وبقت اداه للمعالجه لما ظهرت العاب ال 3D بقوه في اواخر التسعينات، وده غير شكل الجرافيكس تماما في الالعاب. فظهرت شركه اسمها فودو قدمت كارت الشاشه اسمه 3DFX. بس في اواخر التسعينات وخصوصا سنه 99 شركه انفيديا، اكيد طبعا المعروف لا يعرف، هي اللي قلبت الترابيزه بجد على الكل، وقدمت انفيديا جي فورس 256 اول كارت شاشه في العالم مستقل باسم GPU، الاسم المتعارف عليه دلوقتي. هي اللي حطت الاساس، وهي كانت اول شركه بتقدم كارت شاشه مستقل عن المعالج. ومع بدايه الالفينات بقى في حرب في الاداء، فريم ريت اعلى، جرافيكس اعلى، كروت بتتطور سنه عن سنه. انفيديا قدمت سلسله الجي فورس 6000، AMD قدمت الراديون اكس 800. وبعدها لاول مره شفنا تقنيات زي الشادر مودلز SLI، الادوات اللي بتخليك تشغل كارتين شاشه في نفس الوقت. ونجري بالزمن لسنه 2018 لحد دلوقتي ونخش على عصر RTX الري تريسنج. انفيديا غيرت كل قواعد اللعب في سنه 2018، قدمت اول كارت شاشه بيدعم الري تريسنج RTX 2080، اول كارت شاشه في العالم بيدعم الري تريسنج. الري تريسنج هي تقنيه بتخلي الاضاءه حقيقيه معاك، بتخلي حركه جسم اللاعب الداخليه هي اللي تعكس الاضاءه، سواء بقى زوايا او سواء شادوز، بتبقى حقيقيه، بتبقى فيزيكال جوه اللعبه، مش مطور اللي مصممها. الكارت نفسه اللي بيقدر يعالجها ويغير من فيزيائيتها، والموضوع ده لو انت مش متخيله فهو طفره عملاقه في عالم الجيمنج وفي عالم الجرافيكس. وبعدين نزلت بتقنيه DLSS، التقنيه اللي بتدعم الاب سكيلينج للجيمنج والجرافيكس بالذكاء الصناعي، بتعلي جرافيكس الجيم اوتوماتيك، حتى لو الجيمنج جرافيكس بتاعها قليل هو بيعمل اب سكيل اوتوماتيك بالذكاء الصناعي عشان يحسن جوده الصوره ويزيد في عدد الفريم ريت والاداء في نفس الوقت. ونخش على المرحله الاخيره اللي وصل لها الGPUs او كروت الشاشه، وهي ان كارت الشاشه دلوقتي ما بقاش مقتصر بس على فكره انك تلعب بيه جيمز، لا، كارت الشاشه دلوقتي بقى يقدر يحل معادلات، يحل مسائل علميه، يستخدموه في مجال الطب والذكاء الصناعي، وحتى تقنيات الاوتو درايفنج برضه معتمده على كروت الشاشه دلوقتي. وخير مثال على تطور كروت الشاشه هو ChatGPT، وثوره الذكاء الصناعي قايمه على كروت الشاشه القويه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. كان معاكم حازم تك فيو، سلام.